صباح الفل. عرفت معلومة مهمة. المعلومة المهمة دي بتقول انك انت تقدر توصف، تعرف انت عايز تعمل ايه خلال السنة اللي جاية او خلال السنة اللي بعدها او خلال 5 سنين اللي قدام. يعني انت عشان تقدر تحدد ال5 سنين اللي قدام عايز تبقى فين وعايز يبقى وضعك ايه، بتبدأ من دلوقتي في الوقت الحالي بتكتب الهدف بتاعك في ورقة وقلم كده، وبيفضل معاك الهدف ده طول الوقت. الهدف ده وليكن ان انت عايز تتعلم حاجة معينة، والحاجة المعينة دي هتاخد شهر 2 3، هتاخد سنة. بتقعد كل يوم بتاخد خطوة فيها، كل يوم بتاخد خطوة. عدى عليك شهر، عدى عليك 2، لازم طالما كل يوم بتاخد خطوة بتتطور حتة صغيرة في حتة في حتة في حتة تانية. كل يوم انت هيجي عليك وقت هتلاقي نفسك زهقت ومليت. ففي ان انت بتبقى عارف ان الوقت ده بيعدي عليك وانت مبسوط ومستمتع بالخطوة الصغيرة اللي انت بتعملها كل يوم. النهارده انا هعمل الخطوه دي، وابقى حاسس كده ان الخطوه دي مهمه النهارده، وانا بتاع دلوقتي بتاع اللحظه دي. فاليوم خلص وانا عملت الخطوه دي واستمتعت ان انا عملتها وخطيت خطوه. بيجي اليوم اللي بعده، انا الكلام ده انا ببقى مسجله في ورقه وقلم، نظام دفتر. الهدف ده وليكن ان هو هيتحقق في خلال سنه، فانا كل يوم باخد خطوه وعارف في دماغي ومتأكد ومؤمن بربنا ان الهدف ده هيتحقق. فانا الهدف اللي انا حاطه في دماغي الكام سنة اللي جايين ان شاء الله يبقى هدف اكبر بكتير من اللي انا فيه دلوقتي، يخليني اوصل للعالمية ان شاء الله. فده رؤية كده في دماغي ببدأ اعملها ترتيبات. فانت علشان تقدر ترسم مستقبلك بنفسك، اعرف السنتين اللي جايين انت عايز تبقى وضعك ايه، وابدأ اكتبها في ورقة وعيشها، وكل يوم خد خطوة في ان انت تحققه. يلا ربنا معاكم.